2012 ذكرى مرور عام على مذبحة المشير على حبس الضباط الأحرار ضباط 8 إبريل ثغور الثورة المصرية اللي نزل وضحى بدمه وحياته ومستقبله وساب ولاده عشان يقول كلمة حق لسلطان جائر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نازلين النهارده نطالب بكلمة حق، نازلين نقول للظالم احنا واقفين، مش ناسيين الضباط الأحرار، مش ناسيين اللي وقف وقال لا للظلم، لا للغدر، لا مش هقتل ولاد بلدي، لا مش هسكت على الجيش المصري واشوف الشرطة العسكرية بتهتك عرض البنات في السجن الحربي، لا لكل ظالم، لا لحماية المخلوع من المجلس العسكري. ذكرى مرور سنة في غيابات السجون على حبس 22 بطل لوحة شرف القوات المسلحة المصرية ضباط 8 إبريل. هنتكلم عن مين؟ عن البطل محمد وديع ولا البطل محمد الحنفي ولا رامي عبد العزيز ولا ياسر بخاتي؟ هنتكلم عن الرائد فؤاد الدسوقي وضباط المخابرات الحربية اللي انضموا للثورة، عن أحمد شوماني اللي واخد 6 سنين والرائد تامر بدر والنقيب عمرو متولي. هنتكلم عن فهمي ولا عن الضابط احمد سمير ولا احمد رشاد ولا محمد رفعت ولا محمد عمر ولا محمود سامي بدير ولا ابراهيم الجعفري. هي دي جزء صغير من لوحة شرف القوات المسلحة المصرية. الرجالة اللي قالت لا، اللي نزلوا قالوا انه خايفوا على صورة المؤسسة العسكرية بتاعتهم انها تتشوه في الشارع، عن خايفوا من تورط الجيش في الفساد السياسي وفي الصراع السياسي على السلطة. دول ضباط 8 ابريل الاحرار نازلين النهارده بعد ما عدى سنه كامله وهم في غيبات السجون نقول لا للظلم، نازلين ندافع عنهم وعن حريتهم، نازلين ان احنا نطالب بحريتهم لاخر نفس فينا واخر روح فينا، ونقول الحريه لضباط 8 ابريل. الفيديو ده النهارده بعد انتهاء الفعاليات والمسيرات في المنصوره وفي الجمهوريه كلها ان احنا مكملين لاخر نفس فينا ومش هنسكت ومش هنتعب. فاتت سنه وضباط الاحرار في سجون الغدر عشان كلمه حق. فاتت سنة على قتل الشهيد علي ماهر 16 سنة برصاص كتائب طنطاوي المسلحة علشان وقف وحاول ضباط الأحرار يوم 8 إبريل. النهارده جايين نكسر التعتيم الإعلامي عن الضباط اللي المفروض عن القضية، جايين نوجه رسالة لكل حر لكل من لا يرفض الظلم، ونقول له ثور وعرف الدنيا كلها مين ضباط الأحرار، مين شرفاء الجيش المصري اللي هو إخواتنا، الجيش المصري اللي هو رفض إن هو يضرب الناس برصاص، اللي هو مجرد يكون آلة للقتل الوصول للصراع السياسي وتورط في الصراع السياسي والوصول للحكم. في النهاية نقول الحرية لضباط 8 إبريل، ونقول إن إحنا مش هنقف جنب الضباط بكرة في القضية اللي عندهم بكرة إن شاء الله يوم الاثنين، وإن شاء الله هيطلعوا براءة كلهم، هنحتفل بيهم في ميدان التحرير، ميدان العزة والشرف.